لو انت بتحب الكورة وبتحب الحكايات اللي بتيجي من بعيد فخليك معايا شوية، لأن القصة دي مش أوروبية ولا جاية من البريمير ليج. القصة دي عربية ومن قلب السعودية وتحديدا من الأحساء، وحكايتنا عن نادي اسمه الفتح. بس قبل ما نبدأ تمرك أو سوبيتك واشرب مية عشان صحتك، ويلا بينا نبدأ. الفريق هذا يستحق ترفع له العقال وتقول له بيض الله وجهكم. نادي فعلا انا كمواطن سعودي افتخر ان في بلدي نادي زي هذا. نادي الفتح مش نادي جديد ولا فريق ظهر فجأة، ده نادي اتأسس سنة 1958 على ايد 3 رجالة من كبار الأحساء، والأحساء دي أكبر محافظة في السعودية من حيث المساحة، ومن ساعتها هو واحد من أقدم الأندية المنطقة الشرقية. سنين طويلة النادي كان موجود باسمه وتاريخه، لكن بعيد عن الأضواء، بعيد عن المنافسة وعن البطولات الكبيرة. لكن حصل تحول مفاجئ، التحول الحقيقي بدأ سنة 2009 لما نادي الفتح صعد لأول مرة في تاريخه لدوري المحترفين السعودي. وقتها ناس كتير كانت شايفة ان الفتح اقصى طموحه يقعد موسم ولا 2 وخلاص، لكن اللي حصل بعد كده كان عكس كل التوقعات. يومها أقسمت بالله مش أثبت بس لأ، أثبت للعالم كله مين هو. في 4 مواسم بس من لحظة الصعود لحد سنة 2013 الفتح عمل حاجة شبه المعجزة. موسم 2012-2013 كان الموسم اللي غير تاريخ النادي كله. فريق بيلعب على ملعب الأمير عبد الله ابن جلوة، ملعب بسيط مش أكبر ملعب في السعودية، لكنه كان شاهد على واحدة من أعظم قصص الكرة هناك. الفتح دخل الموسم من غير نجوم سوبر، من غير أسماء تقيلة، لكن كان عنده مدرب فاهم وكويس، وهو التونسي فتحي الجبال. راجل هادي مش بتاع شو ولا تصريحات، لكن بيعرف يبني فريق ويمشيه على نظام واحد، وكل لاعب عارف دوره بالظبط. وهنا نقطة مهمة جدا يمكن تكون السر اللي حصل بعد كده. الفتح قبل موسم 2012-2013 ما دخلش الميركاتو زي الكبار، ما جابش صفقات تقيلة ولا عمل دوشة ولا صرف فلوس كتير. الفريق تقريبا كمل بنفس النواة اللي كانت موجودة الموسم اللي قبله، وفتحي الجبال قرر يعتمد على الاستقرار مش التغيير. الأجانب فضلوا زي ما هم، دوريس سالومو، إلتون جوزيه، كيموكو سيسوكو، وشادي ابو اشهش. مفيش حد جديد دخل ولا حد مهم خرج من النادي، وكل لاعب داخل الموسم وهو فاهم مكانه ودوره كويس. حتى اللعيبه المحليين زي حسين المقهوي، محمد الفهيد، حمدان الحمدان، ربيع سفياني، ونوح الموسى كانوا جزء من منظومه واحده مش مجرد اسماء، وده خلى الفريق يدخل الموسم وهو هادي ومطمن. مع بداية الموسم اللي كانت صعبة جدا، الفتح كان عنده أول ماتشين ضد النصر والهلال، والنادي الفتح بيقدر يتعادل في أول ماتش مع النصر 1-1. يحاول يفوت، الظهيرين شغالين، كرة مقبولة لعبت، هذه خطيرة، جول أول، جول! وخاصة هناك كاريزما خاصة ولقطة خاصة جول أول، الله! ما يبونها تدخل الفتح أبدا، كرة منقولة جول أول. وفي تاني ماتش الفتح بيقدر يكسب الهلال 2-1 بثنائية دوريس سالومو. والرأسية هدف أول، هدف في الدقيقة 41، رأسية من دوريس سالومو. تجد الدعم الكبير من جمهورها والتواجد، تصل للهلال، سلطان البيجي ينفرد والكرة تصطدم 4 دقائق أخيرة الآن، مقطوع الكرة بالخطأ، محاولة لصالح الفتح والتسديدة، هدف ثاني. والماتش اللي بعده كان هيلاعب فريق الشعلة اللي بيفاجئ نادي الفتح، والشوط الأول بيخلص 2-1 لنادي الشعلة، لكن نادي الفتح قدر يعمل ريمونتادا ويكسب 3-2. وإلتون اللي ينفذ الآن. والفتح بعدها بيعمل سلسلة فوز متتالي ب6 ماتشات، وتوقفت سلسلة الانتصارات دي لما تعادل مع الفيصلي تعادل سلبي، لكنه رجع تاني عمل 4 انتصارات متتالية منهم على نادي اتحاد جدة. أدرك من مرتدة الفتح اللعب العرضية، الله! مرتدة الفتح، مرتدة من الناحية اليمنى، تقدم بحول مقهوي، عدى يلعبها، الله! لا! يمكن الاتحاد ونجران من أصعب المباريات اللي لعبناها، لأنها أول شيء برا أرضك، ونجران يمكن ما فزنا عليه من صعدنا، ما فزنا عليه الحمد لله. السنة دي كسرنا يعني النحس. والاتحاد كانت بعدها مرة قوية. الاتحاد كان الشوط الأول يعني مستنشط وكذا، وشيء طبيعي يعني يبغى بعد يتأهل لكأس الملك، لكن الحمد لله احنا بعد كنا في يوم. بعدها تعادل سلبي مع النصر، رغم ان النصر كان بيلعب ناقص من الدقيقة الثانية بعد طرد شوكة ملاجدانوف، لكنه بعدها بيكسب الهلال تاني بنفس النتيجة 2-1، وعمل سلسلة 3 فوز لحد ما تعادل مع الأهلي 3-3. الفريقين في مباراة الذهاب، بينما الإياب 3-3، وكل الأهلاويين لاين تمريرة لفيكتور يصوب جول، اللي يزرع واللي يطبع واللي يسجل، الله! فيكتور يمضي السفاح يلعب صوب جول، يلعب تمريرة يا سلام، ماشي يلعب
تصويبه العيسى، الله! إلتون يصوب البرازيل، الله! الفتح ما كانش مجرد منافس، الفتح كان ثابت منظم وبيكسب خطوة ورا خطوة لحد ما فجأة بقى رقم صعب في الدوري وقدر ينافس فرق تقيلة زي الهلال والشباب والاتحاد والنصر والأهلي. ايش يختلف الفتح عن اي نادي من هذه الانديه؟ الفتح ليس احد انديه الدرجه الممتازه. الفتح فريق صعد من دوري الدرجه الاولى السعودي في عام 2009، بعد اقل من 4 سنوات يحقق بطوله دوري المحترفين السعودي. الفتح فريق يصرف كميزانيه اقل من 25% من ميزانيه الانديه الكبرى، يصرف ربع ميزانيه الهلال والنصر والاهلي والاتحاد والشباب، يصرف نص ميزانية نادي الاتفاق. لكن بعدها بتحصل مفاجأة والفتح بيخسر أول ماتش ضد نادي الشباب. جول للشباب، جول للشباب، هدف شبابي ثاني يهز في أركان الفتح، يهز في شباك الفتح. بالعكس أنا أشوفها خيرة، هزيمة لنا الشباب صحتنا أكثر للدوري. يمكن كان الناس تتكلم تقول الفتح ما ينهزم يمكن عين، فالحمد لله طارت العين ورجعنا يمكن أكثر. أنا أقول يعني. وجت لحظة الحسم قبل نهاية الدوري بجولتين لما الفتح كسب الأهلي 1-0 بهدف تاريخي من الكونغولي دوريس سالومو. شاغب محاولة، الله الله الله! الهدف ده كان إعلان رسمي إن الفتح بطل الدوري السعودي للمحترفين سنة 2013. وأن فريق في عام 2009 صعد من الدرجة الأولى لدوري المحترفين ويحقق الدوري في 2013 بعد 4 سنوات. صدفة أم تراجع مستوى المنافسين؟ طبعا أنا بين قوسين أقول أن حقق الدوري كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل، لكن نظريا حتى من شاهد الآن هو البطل المتوج. صدفة أم ضعف المنافسين أم ماذا؟ الفتح أنهى الموسم في المركز الأول برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن الهلال الوصيف، يعني بطولة مفيش عليها أي كلام. الفريق حقق 20 انتصار وتعادل في 4 ماتشات وخسر ماتشين بس، وسجل 52 جول ودخل مرمى 23 جول بس كأقوى خط دفاع في المسابقة. الفتح كسب الهلال رايح جاي وكسب الاتحاد رايح جاي وكسب الشباب وكسب الأهلي وتعادل قدام النصر في المباراتين. فريق ما كانش بيهاب اسم ولا تاريخ، كل اللي يهمه انه بيكسب. تشكيلة الفتح وقتها كانت خليط جميل من لعيبة مجتهدة، يعني في حراسة المرمى كان عندهم عبد الله العشير ومحمد شريفي، وفي الدفاع عدنان فلاتة وبدر النخلي وعبد العزيز بوشكرة، وفي وسط الملعب حسين المقهوي والسنغالي كيموكو سيسوكو ومحمد الفهيد، وفي الهجوم إلتون جوزيه وشادي أبو هشهش وحمدان الحمدان وربيع سفياني، وعلى رأسهم نجم الموسم وهداف الفريق الكونغولي دوريس سالومو. دوريس سالومو كان كلمة السر، خلص الموسم وصيف هداف الدوري برصيد 17 جول، وكان دايما حاضر في المواعيد الكبيرة، ومعاه الجناح البرازيلي إلتون جوزيه، واحد من أهم لعيبة الجيل الذهبي للفتح، لاعب سريع وذكي ومؤثر، سجل مع الفريق عشرات الأهداف وصنع أكتر، وكان دايما مصدر خطورة. وبعد ما الفتح كسب الدوري الفريق ما اكتفاش بكده وكمل نجاحه بحصد كاس السوبر السعودي سنة 2013 لما كسب الاتحاد 3-2 وسجل دوريس هدفين وإلتون هدف. مختار يتقدم، إلتون يحاول، إلتون الكرة معاه، إلتون عرضية فتحوية، الله! ماذا عن الثانية؟ الله! سلموا إلى إلتون استلام، إلتون! الله! ويبقى الفتح أول نادي سعودي يحقق لقب السوبر. بالبطولة دي الفتح دخل التاريخ وبقى 7 نادي بس في التاريخ الكرة السعودية يحقق لقب الدوري بعد الهلال والاتحاد والنصر والشباب والاتفاق والأهلي. إنجاز عمره ما هيتنسي لا في الأحساء ولا في الكرة السعودية كلها. بس بعد البطولة طبيعي السؤال يطلع، اللعبة دي حصل لها إيه بعد كده؟ دوريس سالومو راح كمل مشواره في أكتر من نادي جوه السعودية وبره، فضل دايما مهاجم يعتمد عليه، بس موسم الفتح فضل أهم وأحلى محطة في تاريخه. إلتون جوزيه راح من الفتح بعد فترة وكمل في كذا تجربة، لكن لحد دلوقتي اسمه مرتبط بالجيل الذهبي للنادي. حسين المقهوي راح الأهلي وكمل هناك سنين كويسة وشارك في بطولات كتير، ويمكن هو أكتر لاعب استفاد مسيرته من موسم الفتح. باقي اللعيبة كل واحد كمل طريقه في نادي مختلف، محدش بقى نجم السوبر، لكن كلهم فضلوا دايما مرتبطين باسم موسم 2013. قصة الفتح دي خلت ناس كتير تشبه اللي حصل بحكاية ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فريق محدش كان حاطه في الحسابات كسب الكبار وخد الدوري،
بس الفرق ان ليستر كان معاه ضجيج عالمي، انما الفتح عملها في هدوء من غير كاميرات ولا منشتات من ملعب بسيط في الاحساء. الإعلام يمكن ما نصفنا إحنا، بالعكس إحنا اجتهدنا وسوينا اللي علينا وأكثر، وباقي يعني الطريق طويل ما سوينا شيء. إحنا حاليا متصدرين، إن شاء الله نفرح لأن أخذنا الجرح وجبناه إن شاء الله في الحسا، بعدين الكل يهني. قصة الفتح بتقول لك إن الكرة مش فلوس بس ولا أسماء كبيرة، الكرة إيمان وتنظيم وفريق صدق نفسه فخلى الناس كلها تصدقه. ومعجزة الفتح سنة 2013 لحد النهاردة لسه بتتحكى كواحدة من أجمل حكايات الكرة العربية. في نهاية الحلقة لازم أقول إن الحلقة دي من كتابة صديقي وأخويا محمد الذهبي، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. فلو الحلقة عجبتكم اعمل لايك وسبسكرايب وشير لأصحابك وفولو على انستجرام وقاعد على الفيس، ورب دايما تكونوا بخير والسلام عليكم.